يا عدنان، ايوه. عايز اوصيك يا ابني، خد بالك من اخواتك. حاضر حاضر. يا عدنان، نعم. الشركة يا ابني، الشركة دي انا وارثها عن جدك الله يرحمه. خد بالك منها وكبرها، اوعى يا ابني تفرط فيها في يوم. يا من عيني، حاضر حاضر. يا عدنان، يا عدنان، الواد مش ايه. اه، في حد تاني زمانه مش مستحمل يشوفني وانا كده. بينما تسعى انجلترا لوجود حل لمشكله تعفن البطاطس، كابتن العلوم كان بيسعى لوجود حل لمشكله تعفن الدماغ. وبينما صديقي المشاهد بيقضي له 6 ولا 7 ساعات بيفر في ريلز التيك توك او يوتيوب على اي حاجه تحفز الفرونتال كورتكس في دماغه، فصديقي المشاهد مش بياخد باله من نوعيه المحتوى اللي بيتفرج عليه. قاموس اكسفورد اختار كلمه تعفن الدماغ عشان تصبح كلمه العام، وده لان الكلمه دي كانت اكتر كلمه تداولا ما بين الناس سنه 2024، وهاتك يا ريلز وفيديوهات وبودكاستات وليله كبيره قوي. ووفقا لاكسفورد فكلمه تعفن الدماغ دي بتشير الى الاضمحلال الفكري الناتج عن المحتوى التافه الموجود على الانترنت. طبيعي ما بتتفرجش على كابتن علوم لازم يجي لك اضمحلال وانسحاق والتهاب رئوي كمان. وبعيدا عن الاضمحلال دي وقبل ما وسوسك يبدا يلعبك، فكلمه تعفن الدماغ دي مش معناها ان دماغك بيتعفن حرفيا. دي مش حاله طبيه تروح للدكتور تقول له دماغي عفت، لا، ده مجرد اصطلاح بس بيعبر عن اثار المحتوى التافه على وعيك وعقلك. لو قدراتك العقليه بدات تتراجع وبدات تحس ان ما بقاش عندك صبر لاي حاجه وبقيت مش قادر تركز في حاجه واحده ومش عايز صديق المشاهد اجيب لك اكتئاب، والله هو اساسا عندك، بس في الغالب لو الاعراض دي عندك فانت دماغك مش اتعفنت، دي اتحللت. وبينما عبور الشارع محفوف بالمخاطر، والخروج من البيت محفوف بالمخاطر، وتصليح سلك الشاحن محفوف بالمخاطر، فكذلك الانترنت محفوف بالمخاطر. الانترنت مش مضر لذاته، بالعكس الانترنت ساعدنا للتواصل مع بعض بشكل اعمق، وفئه كبيره جدا مننا استفادت من الانترنت بشكل كبير. وما ننساش ان لولا الانترنت ما كناش نقدر نشوف مين كابتن العلوم. لكن الشيء لما بيزيد عن حده بيتقلب ضده. الشخص البالغ في الولايات المتحدة بيقضي تقريبا 4 ساعات على الانترنت في أقل تقدير. وبينما يا صديقي المشاهد اللي بيسمعني دلوقتي من جيل زي، اللي هو من مواليد 95 لمواليد 2012، لو دخل على الإعدادات دلوقتي وبحث عن إحصائياته لاستخدامه للتليفون هيتفاجئ بأرقام كبيرة. دي أرقام تليفونات دي صديقي المشاهد، دي مش عدد ساعات خالص، حرام يا ابني عليك نفسك كده. الأبحاث وجدت إن فرط استعمال الإنترنت بيتسبب في انكماش المادة الرمادية في مخك، وده بالتالي بيؤدي لظهور امراض زي الخرف والزهايمر، ده غير الاكتئاب ومشاكل في اللغه ومشاكل في التركيز. وتخيل معايا لو اللي بيستخدم السوشيال ميديا ده لسه طفل دماغه لسه بيتكون، هتكون الاثار دي عليه عامله ازاي؟ خد دي، بعض المصادر بتقول ان 95% من الاطفال بيستخدموا تيك توك، وده لان تيك توك بيعتبر الاطفال ان هم دول المستخدم الذهبي اللي تقدر تديه دفعات من الفيديوهات واللي تلفت انتباهه بسهوله وتخليه يدور في دايره مفرغه، وبالتالي مده استخدامه للتيك توك اعلى من مده استخدام البالغين. والمنصات اللي زي تيك توك بتشتغل على مركز المكافآت الموجود في مخك او الريورد سيستم اللي اتكلمنا عنه في حلقه ادمان الاباحيه. تخيل معايا كل النوتيفيكيشنز اللي بتظهر على تليفونك، سواء اشعارات، اهتزازات، وميض، ما هي اللي حاجات بتشغل في مخك الريورد سيستم او المسار المركزي في مخك للمكافآت، اللي بتوهمك انك لما هتفتح النوتيفيكيشنز دي هتاخد دفعه من السعاده. فبمجرد ما يجيلك اشعار من تطبيق معين بتفقد تركيزك، حتى لو انت بتعمل حاجه مهمه بتسيبها وتروح جري تشوف ايه اللي جالك. تخيل معايا انك عمال تقلب ما بين الفيديوهات بشكل لا نهائي وبدون هدف، لكنك فقط بتدور على اي حاجه تحسسك بالسعاده اللي اتعودت عليها من التطبيقات دي، لدرجه انك لما تحاول توقف سوشيال ميديا هتكتشف انك مدمن ومش هتقدر تتخلى عن تطبيقات زي فيسبوك وتيك توك بسهوله ابدا. ناهيك بقى عن ان دماغتنا عندها قدره رهيبه على معالجه المعلومات، مليارات الخلايا العصبيه بتعمل محادثات ما بينها وما بين بعضها،
ومع ذلك احنا شويه كائنات ممكن تشتتها بمنتهى السهوله والعبط. فلما بتفضل تنتقل ما بين ريلز والتاني او مهمه للتانيه، بتتداخل الافكار في بعض بين المهمه الاولى وما بين التركيز الكامل على المهمه الحاليه. وسائل التواصل الاجتماعي دي عايزه اخطبوط مش انسان، بتسحلنا في مهام مختلفه وتخلي مشاعرنا متلخبطه وافكارنا مش مترتبه، وبيكون عندنا شعور بالتوهان بشكل مستمر، وبتتسبب في اضعاف منطقه الفرونتال كورتكس او اللي هي القشره الجبهيه، الفص الجبهي المسؤول عن التحكم في نفسنا. والمنطقه دي بقى لما بتضعف بيبقى كانك ساعه على سرعه 300 كيلومتر في الساعه ومعكش فرامل، وبالتالي بتخلي قدرتنا على التحكم في حياتنا وقراراتنا منعدمه. وده عندك بقى ضعف ذاكره وزياده في الاندفاع، وقراراتك بتبقى كلها اندفاعيه. ده غير بقى شويه تغيرات في وظائف المخ زي ما شرحنا. وخليني اقول لك ان احنا اصلا كبشر طبيعتنا بتخلينا ان احنا دايما نتابع الاخبار وناخد المعلومات والسلوكيات السلبيه فقط. مخنا شاطر قوي في الحته دي، يحب قوي يشكل العواطف والسلوكيات من اي حاجه سلبيه. مخك يعشق انه ياخد المعلومات السلبيه ويعالجها بشكل اسرع حتى من المعلومات الايجابيه. وده برضه شيء منطقي، بنحب قوي احنا الحته بتاعت والشارع اللي وراه، عن بقى ان احنا ناخد الحته بتاعت الفرونتال كورتكس والفص الجبهي والريورد سيستم وتطوير الذات والحاجات الملعبكه دي، الحاجات اللي بتخلينا اصلا نبذل مجهود اكبر في التفكير فيها. تحب انت صديقي المشاهد تشوف فيديو لراس طالعه من عين الحمام، لكن ما تحبش تفتح صندوق الديسكريبشن تشوف المصادر؟ ده في واحد عمل لك اغنيه وانت برضه لسه ما بتبصش على المصادر، لا عنده ولا عندي. ولان انت كائن اجتماعي فما يكيفكش حاجه قد المقارنات. تحب قوي تقعد بقى تقارن بين نفسك وما بين ابن عمتك، بالرغم ان انت عارف كويس قوي ان ظروفك مختلفه عن ظروف ابن عمتك ده، وامكانياتك مختلفه برضه عن امكانياته، بل حتى تكوينك مختلف عن تكوينه. بس ازاي انت تحب قوي تقارن عبده حلقوله اللي اتولد في شبرا بايلون ماسك اللي اتولد في بريتوريا؟ مقارنه نفسك بناس تانية احيانا تلهمك ان انت تطور شويه حاجات في حياتك، لكنها في الغالب بتزرع في قلبك مشاعر سلبيه زي الحسد والقلق والغيره، واحيانا كمان الغرور، بالاخص لما تقارن حد امكانياته اقل من امكانياتك. السوشيال ميديا هتحب قوي بقى تطلع لك الفيديو بتاع الراجل الملياردير ده اللي واقف قدام المكلارين والبوجاتي شيرون سبورت ومحتار يا عيني يركب ايه النهارده، وانت قاعد تلزق ال10 جنيه المقطعه باللزق الشفاف عشان بقى ما ياخدش باله. وعدد اللايكات بقى اللي بينشط دايره المكافآت في مخك بتلعب على الحته العميقه دي قوي. مقارنه قهريه بقى وشك ذاتي ومعزوفه بقى الميلودراما وليله كبيره. وبمناسبه اللايكات، انت عملت لايك ولا لسه؟ عمال ادحلك وانت مفيش خالص. ولو هنتكلم بقى عن ان انت دماغك حساسه في حته الرفض الاجتماعي وكلهم مصطفى ابو حجر ومحدش بيحبني، فخوارزميات السوشيال ميديا عارفه برضو حته النقص اللي عندنا دي، واننا ما نحبش نتهاجم ونضرب بقى على سيمفونيه ايه الجمدان ده وايه الحلاوه دي وما شاء الله انت دماغك المظات. فلما حد بيجي بقى ينتقد وجهه نظر معينه عندنا احنا اصلا مستثمرين فيها، يشتغل بقى التحيز التاكيدي ونفضل نتحيز لحد ما نكون مجتمع من المتحيزين زينا اللي بيعملوا لنا لايكات بقى وبيعلقوا لنا ويطبلوا لنا عشان احنا اتجمعنا في منصه واحده بيبانها مخلعه ومنطقها فاسد، واللي يجي لنا بقى من بره يشوف عدد اللايكات والتعليقات فيتوهم ان اللي بيتقال ده اكيد صحيح عليه اجماع اهو يا عم. بس هو ما يعرفش ان الحته دي مش بتاعتنا، دي بتاعت الخوارزميات اللي بتحب تعلب الناس كده في علب. دي علبه نسويه بقى، ودي بقى علبه فيديو جيمنج، ودي بقى بتاعت بالعنايه بالبشره، ودي بقى بتاعت نظريات المؤامره والبوابات البعديه والجدار الجليدي والمدينه الخفيه في طبق المهلبيه، وحوار كبير قوي. محدش بيقول لك ما تستعملش السوشيال ميديا، بل كل اللي المتخصصين بينصحوك بيه هو انك تاخد بالك من نوعيه المحتوى اللي انت بتتفرج عليه. ولو الطبيب الفرنسي اوجست لوجون هو صاحب مقوله انت ما تاكل فانا اقول لك انت ما تشاهد، حاول الله يكرمك تتابع بشر بتقدم محتوى مفيد وايجابي، ومش لازم يعني تتابع علوشه وفوشه ومبتنجان والرابر اللي مقطع بطاقته والمسلسل اللي البطل فيه بلطجي بيسرق وبيشتغل في المخدرات بس ثانكس جاد هيخرج من السجن ويحارب الاشرار اللي ضرب اخوه وهو في السجن. ونفس السيناريو البايخ بيتكرر في كل عمل لحد ما بقت حاجه مكرره قوي وممله قوي وانت لسه ما بتتعلمش. والنصيحه الثانيه ان انت تحدد اهدافك قبل ما تفتح السوشيال ميديا. انت داخل دلوقتي تسيرش عن حاجه معينه لهدف معين، وايا كانت بقى شويه المغريات اللي بتظهر لك في صفحه فور يو، سيطر على نفسك ومش لازم تفتحها. خلص اللي بتعمله واقفل واخرج على طول. اخرج من عالم التواصل الاجتماعي لعالم التواصل الاجتماعي الحقيقي. مش طبيعي ان انت تبقى بتستخدم النت 5 ولا 6 ساعات في اليوم وتيجي في نهايه حياتك تكتشف انك ضيعت لك 12 ولا 16 سنه في السكرول. انت ما انتش كسبان عمرك في كيس قلبز عشان تضيعه بالشكل ده. واهم نصيحه بقى اقدمها للمتخصصين في موضوع علاج تعفن الدماغ ده هو ان انت تشترك في قناه كابتن العلوم وتعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان تشوف الحلقات اللي جايه، وتكتب لي بقى رايك كده في تعليق وتقول انت بتقضي كام ساعه على الانترنت. سلام.